زين، أنا عايز أسألك سؤال واحد بس. أنت لاحظت إن اللي بيوصل أسرع دلوقتي مش دايماً الأذكى ولا الأقدر؟ ده ولا الأعمق، ده في ناس تافهة جدا وبنشوفها في كل حتة، إعلام، شغل، سوشيال ميديا. اللي بيتكلموا كلام فاضي هم اللي واخدين الأضواء. وده بالظبط اللي بيتكلم عنه كتابنا النهاردة، نظام التفاهة لا ميديوكراتي. كتاب بيقولك إن المشكلة مش في الناس التافهة، المشكلة إن في نظام كامل بيكافئ التفاهة وبيخنق العمق. يعني أنت لو عايز تتقدم ما تفكرش، بس خليك مطيع واضحك للكاميرا. بس لو أنت بجد عايز تفهم اللي بيحصل حوالينا، ولازم تقرأ الكتاب ده. تابع الحلقة للآخر، لأننا هنكشف لك ليه بقيت حاسس إنك غريب وسط كل اللي ماشيين مع التيار. أهلا بيكم في فيديو جديد من بودكاست إت. انتظرونا بعد الانترو. أهلا بيكم. النهاردة هنغوص شوية في أفكار كتاب أثار جدل كتير، نظام التفاهة ده للفيلسوف الكندي ألان دونو. المصادر بتاعتنا هتكون مقتطفات وترجمة للكتاب ده. الكتاب هنا مش مجرد كلام عن فساد أو مثلا نقص كفاءة، لأ، ده بيرصد إزاي السطحية والتفكير المتوسط بقوا هم اللي ماشيين مسيطرين كأنهم نظام بجد. فهدفنا النهاردة نفهم أكتر إزاي النظام ده بيشتغل حوالينا. بالظبط. هو الفكرة المحورية عنده إن النظام الحالي بتاع دلوقتي ما بقاش يكافئ الشخص المتميز أو اللي عنده فكر مختلف، لا خالص. ده بقى بيكافئ ويصعد الشخص المتوسط الممتثل اللي دونو بيسميه التافه. وهنا التفاهة مش شتيمة، لا، هي وصف الموقف، موقف فكري وسياسي بيخدم إن الوضع يفضل زي ما هو. فكرة مرعبة شوية إن التفاهة تتحول لنظام له قواعد وآليات. طيب، إزاي المتوسط ده، الشخص ده، بيقدر يتغلغل ويسيطر بالشكل ده؟ الكتاب بيشرح كذا آلية. أول واحدة أعتقد منتشرة قوي، تهميش المختص الحقيقي، ونلاقي بداله الخبير الزايف. صحيح، والفرق بينهم جوهري بصراحة. المختص ده حد عنده معرفة بجد، خبرة سنين، والأهم يمكن ضمير مهني. الخبير الزائف ده بقى ممكن يكون حافظ كلمتين كبار كده، مصطلحات رنانة، أو بيقدم حلول محفوظة شكلها حلو بس هي سطحية قوي. والأخطر إن النظام نفسه بيفضله، مش بس عشان هو سهل في التعامل لأ، كمان لأنه بيكون قابل للسيطرة أكتر، مش هيسأل أسئلة صعبة، مش هيتحدى الوضع القائم. زي ما بنشوف أحياناً شركات استشارات ممكن تبيع نفس الحلول البراقة لأي مشكلة بمصطلحات بقى زي حوكمة الأداء أو التحول الرقمي الشامل، من غير ما يكون فيه فهم حقيقي للمشكلة نفسها. بالظبط كده. التركيز كله على الشكل، على المصطلح، أكتر بكتير من الجوهر أو الحل الفعلي للمشكلة. وده ياخدنا على طول للآلية التانية اللي داونو بيتكلم عنها وبيحذر منها، وهي لغة التفاهة نفسها. تقصدي مجرد استخدام كلام كبير وملوش معنى؟ كلام فاضي يعني. فهو أخطر من كونه فاضي. اللغة دي متصممة عشان تعقد الأمور اللي هي أصلاً بسيطة، وتبسط الأمور اللي هي فعلاً معقدة ومحتاجة تفكير. استخدام مصطلحات تبان أكاديمية قوي أو إدارية بحتة، هدفها الحقيقي مش الوضوح خالص، لأ، هدفها تدي إبهار زائف أو تخفي الفراغ اللي جواها. واللغة دي في حد ذاتها بتعمل حاجز، بتقصي أي حد مش بيستخدمها، وفي نفس الوقت بتسطح أي نقاش جاد أو عميق. فعلا بنشوف ده كتير. مصطلحات زي تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة أو تفعيل المبادرات الاستراتيجية، كلام عام قوي، ممكن أي حاجة وكل حاجة في نفس الوقت. تماماً. وده يودينا للنقطة الثالثة اللي بيرصدها، وهي فكرة تحويل كل شيء في حياتنا لمشروع. مشروع؟ بس مش أي مشروع له أهداف وقياسات وحاجات زي كده. إيه المشكلة هنا من وجهة نظر دونو؟ المشكلة حسب كلامه لما المنطق ده يسيطر على كل جوانب حياتنا، حتى الحاجات اللي بطبيعتها صعب تتقاس بالأرقام بس. زي إيه؟ زي الفن، الثقافة، الفكر نفسه، حتى العلاقات الإنسانية أحياناً. كله بيتحول لمشاريع ليها بقى مؤشرات أداء KPIs وميزانيات محددة وجداول زمنية لازم تتنفذ بالظبط. ده في رأيه بيقتل العفوية، بيقتل الإبداع الحقيقي، بيخلي القيمة الوحيدة المقبولة هي القيمة اللي ينفع تتقاس بسهولة، غالباً اقتصادية أو إدارية.
يعني ممكن فنان مثلا عشان ياخد دعم لازم يقدم مشروع فني بخطة تسويق وبكل حاجة بدل ما يركز على القيمة الفنية نفسها. هو ده بالظبط، الإبداع نفسه بيتحول لمهمة إدارية. والآلية الأخيرة بقى، وهي يمكن الأشد قسوة في رأيه، إطفاء الطابع المؤسسي على التفاهة دي. يعني النظام نفسه هو اللي بيتبنى التافهين. إزاي ده بيحصل بشكل ممنهج؟ ده كلام خطير. دونو بيرا إن النظام ده بيصمم آليات معينة للاختيار والترقية عشان تخدم استمراره هو. فالأشخاص الممتثلين اللي ما عندهمش طموح كبير للتغيير أو النقد، اللي بيعرفوا يلعبوا اللعبة صح ويستخدموا اللغة المطلوبة، دول اللي بيتم تصعيدهم. بيقول إن ده مش صدفة، لأ، ده لأنهم الأنسب عشان النظام ده يستمر. النظام اللي بيكره الأصالة والتحدي الفكري الحقيقي. الكفاءة الحقيقية نفسها ممكن تبقى عبء في نظام زي ده. وكأن الترقية هنا مبنية على الولاء للنظام ده أكتر من القدرة الفعلية على تطويره أو حتى نقده. الصورة تبدو بصراحة مقبضة جدا. هي فعلا صورة مقبطة، لكن دونو مش بيقدم تشخيص عشان ييأسنا وخلاص. هو بيدعو للمقاومة، والمقاومة دي بتبدأ أولاً بالوعي، إننا نفهم إزاي الآليات دي شغالة حوالينا في شغلنا في حياتنا اليومية. وبعد الوعي تيجي المقاومة العملية بقى، نرفض استخدام اللغة الجوفاء دي، نتمسك بالوضوح بالصدق، نقدر العمق والمعرفة الحقيقية حتى لو شكلها مش براق، نرفض تسطيح القضايا المعقدة. هو كمان بيشير لمصطلح سماه غضب الكفاءة، اللحظة اللي الناس الكفء بجد اللي تم تهميشهم ممكن ينتفضوا، وممكن يكونوا هم دول نواة التغيير. إذن لو حبينا نلخص الأفكار الأساسية من رحلتنا السريعة دي في كتاب نظام التفاهة، نقدر نقول إن السطحية ما بقتش مجرد سلوك فردي أو مشكلة شخصية، لأ، دي بقت أقرب لنظام له آلياته الواضحة. خبراء مزيفين يحلوا محل الحقيقيين، لغة فالغة ورنانة، تحويل كل شيء لمشروع لازم يتقاس، والأخطر يمكن هو احتضان النظام نفسه للتافهين وتصعيدهم. بالظبط كده. والمقاومة مهما كانت تبدو صغيرة بتبدأ بالوعي وبالرفض. وده ممكن يخلينا نفكر كده بعد ما نخلص، كل واحد في دايرته الخاصة، يعني في شغله، في متابعته للأخبار، حتى في تعاملاته اليومية. يا ترى إيه الملامح الواضحة للنظام التفاهة دي اللي بنشوفها حوالينا؟ والأهم من ده كله، إيه الخطوات العملية حتى لو بسيطة ومستمرة اللي ممكن نعملها عشان نقاومها؟